بلاستيك. السيف الدمشقي كان شاهد على كل شيء من الأزمنة الذهبية للحروب والأحداث الكبيرة اللي صارت. السيف اللي تصمم بالأساس ليكون رمز للحضارة والتطور بدمشق الحديثة، تأسس بخمسينات القرن الماضي خلال النهضة العمرانية اللي شهدتها سوريا. كان الهدف ببنائه تنظيم حركة المرور وربط أهم شوارع العاصمة مع بعضها، بالإضافة لكونه معلم بصري بيعكس هوية المدينة، واللي صممه المهندس عبد الرحمن الحسيني بخطوط بسيطة وواضحة مستوحاة من التراث الدمشقي اللي بمرور الزمن تم إهماله لحين سقوط النظام. عاصمة الحرية سوريا قد انتصرت. وبعد 3 شهور بديت أعمال الترميم، وتم ترميمه بنفس أسلوب المهندس عبد الرحمن الحسيني بخطوط بسيطة وواضحة. هيك وأكثر تفاصيل إعادة أعماره صارت حديث الشارع السوري. برأيكم إعادة ترميمه كان كافي لعودة هوية دمشق، ولا المدينة بحاجة لتغيير أعمق من هيك؟